النهاردة هنتكلم على الدرس الرابع من الوحدة الأولى، وهو النباتات الطبيعية والحيوانات البرية. في الدرس ده يا ولاد هنتعرف على أنواع النباتات الطبيعية والحيوانات البرية في مصر، وكمان هنتعرف على أهمية النباتات والحيوانات البرية، وكمان هنتعرف على الأخطار التي تتعرض لها النباتات الطبيعية والحيوانات البرية ودور الدولة لحماية هذه النباتات والحيوانات. درس سهل وبسيط بس محتاج مننا شوية تركيز يا أبطال. قبل ما نبدأ نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حاجة هنتكلم فيها النهاردة في الدرس الرابع، وهي يعني إيه نبات طبيعي يا مستر؟ نبات طبيعي هو النبات الذي ينمو دون تدخل من الإنسان. تاني، النبات الطبيعي هو النبات الذي ينمو دون تدخل الإنسان. طيب، يعني إيه حيوانات برية؟ هقول له هو الحيوان الذي يعيش في بيئة طبيعية دون تدخل أو رعاية من الإنسان. يعني إيه الكلام ده؟ يعني النبات الطبيعي ده يا ولاد بينمو بدون رعاية من الإنسان، يعني بيكون قائم على الأمطار. أوكي، يعني ربنا هو اللي خلقه. تمام يا مستر. طيب يعني ايه الحيوان البري؟ هقول له كمان مرة، هو الحيوان الذي يعيش في بيئة طبيعية دون تدخل أو رعاية من الإنسان. وطبعا الحيوانات البرية بتتغذى على النباتات الطبيعية اللي ربنا خلقها. طيب، أنا عندي هنا بيقول لي مصر تمتلك ثروة نباتية وحيوانية متنوعة. هقول له طبعا، بسبب تنوع المناخ والبيئات والموارد المائية، وتعمل الدولة على تنميتها واستدامتها. يبقى أنا عندي هنا لو جالي سؤال قال لي بما تفسر تمتلك مصر ثروة نباتية وحيوانية متنوعة، هقول له طبعا وذلك بسبب تنوع المناخ ومن ثم تنوع البيئات والموارد المائية بها. طيب نروح على توزيع النباتات الطبيعية والحيوانات البرية في مصر. يعني هتعرف على أنواع النباتات الطبيعية اللي موجودة في كل من وادي النيل والدلتا ومنخفض الفيوم وفي الصحاري المصرية، وتشمل الصحراء الشرقية والصحراء الغربية. وكمان هتكلم على توزيع النباتات أيضا في المناطق الساحلية والحيوانات البرية. طيب، نبدأ مع بعض بأول حاجة، وهي توزيع النباتات في وادي النيل والدلتا. يعني هتكلم على ايه النباتات الطبيعية اللي موجودة عندي في وادي النيل والدلتا. هقول له عندي رقم 1 نبات البردي، وعندي رقم 2 نبات البوص. تاني كده يا مستر، هقول له أنا عندي بينمو في الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم نباتات طبيعية. هقول له بسبب وفرة أو بسبب وجود المياه العذبة والتربة الخصبة. طيب عندي هنا أنواع النباتات اللي موجودة في وادي النيل والدلتا ومنخفض الفيوم. هقول له نبات البردي، وده من النباتات المائية التي تنمو في المستنقعات وعلى ضفاف نهر النيل، واستخدموه المصريين القدماء في صناعة الورق البردي. وطبعا الورق البردي كانوا بيكتبوا فيه أهم الأحداث اليومية. رقم 2 نبات البوص، ده برضو بينمو على جوانب ايه يا مستر؟ بينمو على جوانب الترع ويستخدم في صناعة الحصر. يبقى أنا عندي هنا عرفت أنواع النباتات التي تنمو في وادي النيل والدلتا ومنخفض الفيوم. هقول له رقم 1 نبات البردي، وده بيستخدم في صناعة الورق، وده موجود في المستنقعات وعلى ضفاف نهر النيل. نبات البوص، وده موجود على جوانب الترع، وبيستخدم في ايه يا مستر البوص؟ ده بيستخدم في صناعة الحصر. طيب انا كده اتكلمت عن النباتات، وقلت النباتات دي موجودة بسبب التربة الخصبة والمية العذبة. نروح على الحيوانات البرية. الحيوانات البرية عندي في الدلتا ووادي النيل ومنخفض الفيوم حيوانات زي ايه؟ هقول له زي القوارض. ايه القوارض دي يا مستر؟ هقول له هي الفئران. طيب وايه كمان؟ هقول له عندي ذئاب وعندي ثعالب. فين؟ في الدلتا ووادي النيل. يبقى انا عندي الحيوانات البريه اللي موجوده في الدلتا ووادي النيل كمان مره: قوارض اللي هي الفئران والذئاب والثعالب.
عنده طيور؟ عنده طيور برية وهو أبو قردان. طيب نروح على الصحاري المصرية، هقول له النبات الطبيعي اللي موجود في الصحاري المصرية إيه يا مستر؟ هقول له النبات الذي يتكيف على تحمل الظروف المناخية الصعبة زي ارتفاع درجة الحرارة وقلة مياه الأمطار. طيب إيه النباتات دي يا مستر؟ هقول له عندي نباتات قليلة زي الصبار والتين الشوكي والنخيل. دول اللي بيتحملوا يا ولاد درجة حرارة عالية، وطبعا بيتحملوا قلة مياه الأمطار. طب بيتغذوا على إيه يا مستر؟ هقول له الجذور بتاعتهم طويلة وبتتغذى على المياه الجوفية اللي موجودة في باطن الأرض. طيب نروح على الحيوانات البرية اللي موجودة في الصحاري المصرية، هقول له أنا عندي إبل وزواحف وغزلان. فين؟ هقول له في الصحاري المصرية. وبرضو هذه الحيوانات جميعها تتحمل الجوع والعطش. طب يا مستر أنا النباتات الطبيعية في الصحاري المصرية، إحنا معروف إن الصحراء المصرية تتميز بإيه؟ بالغطاء النباتي الضعيف، يعني مفيش نباتات كتيرة موجودة في الصحراء. بالظبط. ليه؟ بسبب قلة المياه العذبة. طيب أمال النباتات اللي عندي دي اللي هي الصبار والتين الشوكي والنخيل بتتغذى على إيه؟ هقول له بتتغذى على المياه الجوفية لأنها عندها جذور طويلة. طيب نروح على المناطق الساحلية. المناطق الساحلية هتعرف فيها على النباتات المثمرة زي إيه؟ هقول له التين والزيتون. أوكي، يبقى أنا عندي المناطق الساحلية موجود فيها إيه يا ولاد من نباتات مثمرة؟ تين وزيتون. طب عندي نباتات رعوية، إيه النباتات الرعوية دي كمان؟ هقول له هي التي تصلح لرعاية الحيوان أو لرعي الحيوان، يعني اللي بيتغذى عليها الحيوانات من الآخر. طيب عندي هنا النباتات الشجرية. يعني إيه النباتات الشجرية؟ يعني الأشجار. في شجر اسمه المنجروف موجود فين؟ في المناطق الساحلية. وإيه كمان الحيوانات اللي موجودة هناك يا مستر؟ هقول له عندي الثعالب والأرانب البرية، وعندي طيور برية زي طائر النورس. يبقى كمان مرة هنقول توزيع النباتات الطبيعية والحيوانات البرية في مصر. هقول له أنا عندي في وادي النيل والدلتا نباتات زي إيه؟ هقول له نباتات مائية زي نبات البردي ونبات البوص. نبات البردي بيستخدم في صناعة الورق وموجود في المستنقعات وعلى ضفاف نهر النيل. نبات البوص بيستخدم في صناعة الحصر، وده الحصر دي عبارة عن حاجة زي السجاد كانوا بيستخدموها زمان يا ولاد. وكمان موجود فين؟ في جوانب أو على جوانب الترع. عندي هنا الحيوانات اللي موجودة في الدلتا هقول له قوارض يعني فئران وذئاب وثعالب. الصحاري المصرية هقول له النباتات اللي موجودة زي الصبار والتين الشوكي والنخيل، وبتتغذى على المياه الجوفية، وهي تتحمل درجة الحرارة العالية والمناخ أو الظروف المناخية الصعبة. طيب الحيوانات أقول له إبل وزواحف وغزلان. المناطق الساحلية هقول له عندي نباتات مثمرة زي التين والزيتون، ونباتات رعوية تصلح لرعاية أو لرعي الحيوان، يعني بيتغذى عليها الحيوانات. وعندي نباتات شجرية زي أشجار المنجروف. وأهم الحيوانات اللي موجودة عندي في الجزئية اللي في المناطق الساحلية هقول له الثعالب والأرانب البرية، وعندي طائر مثل طائر الطاووس أو اللي هي الطيور البرية. نروح على المعلومة اللي بعدها. هنا بيقول لي يا مستر أهمية النباتات الطبيعية والحيوانات البرية. هقول له طبعا النباتات الطبيعي أو يدخل النبات الطبيعي في صناعة الأدوية والعطور ومستحضرات التجميل. إيه كمان؟ يستخدم النبات الطبيعي كغذاء ومأوى للحيوانات البرية. وقبلهم كمان بعض النباتات الطبيعية والحيوانات البرية بتوفر الغذاء للإنسان. إحنا كبشر بنتغذى على إيه؟ بنتغذى على الحيوانات زي البقر والجاموس والماعز وإيه كمان، وبنتغذى على بعض النباتات اللي إحنا موجودة في حياتنا اليومية. طيب يبقى أنا عندي هنا أهمية النباتات الطبيعية والحيوانات البرية بيتغذى للإنسان، بالإضافة إلى تدخل النباتات الطبيعية في صناعة الأدوية والعطور ومستحضرات التجميل. وعندي كمان يستخدم النبات الطبيعي كغذاء للحيوان، وتساهم الحيوانات البرية في خصوبة التربة. طيب نروح على اللي بعده، الأخطار التي تتعرض لها
النباتات الطبيعية هقول له تتعرض النباتات الطبيعية إلى الرعي الجائر. طب يعني إيه رعي جائر؟ يعني يا مستر بيربوا كمية حيوانات كتيرة قوي، والحيوانات دي كلها بتعمل إيه؟ بتأذي على النباتات. طيب يبقى أنا عندي هنا رقم واحد الأخطار التي يتعرض لها النبات الرعي الجائر، يترتب عليه إيه؟ يؤدي إلى تدهور النباتات. اتنين الصيد الجائر. يعني إيه الصيد الجائر؟ يعني أصطاد بكميات كبيرة، وده بيؤدي إلى إيه؟ انقراض أو اختفاء الحيوانات البرية. تمام؟ طيب عندي رقم 3 التوسع العمراني. عندي كمان إزالة النباتات الطبيعية وزراعة المحاصيل بدلا منها، ده كله بيؤدي إلى تدهور النباتات الطبيعية. والتغير المناخي ده برضه بيؤثر على مصادر الغذاء للنبات والحيوان، وده بسبب الجفاف والفيضانات. طيب الدولة عملت إيه علشان تحمي النباتات الطبيعية؟ هقول له أصدرت قانون، يعني عملت قوانين يا ولاد تمنع الرعي أو الصيد الجائر. إيه كمان؟ نشر الوعي بين المواطنين بأهمية التنوع البيولوجي. طب يعني إيه تنوع بيولوجي يا مستر؟ هقول له وتنوع الحياة النباتية والحيوانات أو الحيوانية على كوكب الأرض. تاني، تنوع البيولوجي هو تنوع الحياة النباتية والحيوانات البرية على كوكب الأرض. طيب يعني إيه توازن بيئي كمان؟ هقول له هو تفاعل الكائنات الحية مع البيئة المحيطة بطريقة تحافظ على الاستمرار والاستقرار. توازن بيئي تفاعل الكائنات الحية مع البيئة المحيطة بطريقة تحافظ على الاستقرار والاستمرار. طيب الدولة عملت إيه كمان علشان تحافظ على النباتات الطبيعية؟ عملت محميات طبيعية. ليه؟ لحماية النباتات والحيوانات من الانقراض. طب يعني إيه محمية طبيعية أصلا؟ هقول له مساحة من الأرض أو الماء بها نباتات أو حيوانات أو أسماك نادرة مهددة بالانقراض مما يستلزم حمايتها. طيب نروح على اللي بعده. بيقول لي استفدنا ايه في الدرس ده يا مستر؟ استفدنا إن إحنا اتعرفنا على أهمية النباتات الطبيعية والحيوانات البرية، وكمان عرفنا النباتات تنمو في بيئات مختلفة، وكذلك الحيوانات والطيور بتبقى موجودة في بيئات مختلفة. وكمان اتعرفت على الأخطار اللي بيتعرض لها النبات الطبيعي، والدولة وجهودها علشان تحافظ على النباتات والحيوانات من الانقراض. وبكده نكون وصلنا مع بعض لنهاية الدرس الرابع. أتمنى تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي قدمتها. ما تنسوش دعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة علشان يوصل لك كل جديد. كان معاكم مستر إسلام الهواري.